في عالم مليان بشر عاديين، في فئة قليلة جدا بتلعب اللعبة بمنظور تاني خالص. منظور ما بيعتمدش على الحظ ولا على القوة البدنية، بيعتمد على حاجة أخطر بكتير، وهو الدهاء المطلق. سنة 1513 راجل إيطالي اسمه نيكولا ميكافيلي كتب كتاب صغير ومرعب أكتر من لعبة جيران، وهو كتاب الأمير. الكتاب ده كان بيعلم القادة إزاي يبقوا تعالب بتكتشف الفخاخ. ميكافيلي حط قواعد واضحة وصريحة للدهاء والمكر، قواعد بعد 500 سنة بقينا بنشوفها حرفيا بتنفذ قدام عينينا في أعظم المسلسلات، زي والتر وايت في بريكنج باد. الناس دي مش مجرد أذكياء بيعرفوا يخططوا، الناس دي عندها سيكولوجية مرعبة في تحليل البشر وتوقع الخطوة الجاية. في الفيديو ده احنا مش جايين نحكي قصة، احنا جايين نحلل عقول الشخصيات دي، وهقول لك ازاي تكتشف الشيطان ده لو موجود في حياتك الواقعية. أول قاعدة عند ميكافيلي وبتطبقها شخصياتنا هي الغاية تبرر الوسيلة. والتر وايت مثلا هدفه مش انه يبقى مجرد تاجر عادي، هدفه يضرب النظام ويبقى المسيطر الوحيد، مستعد يحرك الناس كأنهم قطع شطرنج. الشخص الذكي ما بيفكرش في العواطف، العواطف عنده هي نقطة ضعف، هو بيبص للموقف، بيحلل نقطة ضعف في خصمه ويضربه منها من غير أي تردد. تاني سر في السيكولوجية هو القدرة على التقمص والتمثيل. ميكافيلي قال: ليس ضروريا أن يمتلك القائد كل الصفات الحسنة، لكن من الضروري جدا هو أن يبدو للناس أنه يمتلكها. شوف والتر وايت في نظر المجتمع وعيلته، هو مجرد أستاذ كيمياء غلبان ومثير للشفقة، لكن ورا القناع ده هو هايزنبرغ، العقل المدبر اللي مستعد يمسح أي حد يقف في طريقه. الداعي الحقيقي ما بيظهرش في العلن، الداعي الحقيقي بيلبس قناع الهدوء والضعف لحد ما تيجي اللحظة المناسبة ويدوس فيها على أي حد يقطع طريقه. الكلام ده ممتع في المسلسلات صح، لكن المرعب فعلا إنك ممكن يكون في حد في حياتك عنده العقلية الميكافيلية دي. في حياتك اليومية ممكن يكون صاحبك أو زميلك في المدرسة أو شخص معاك في الجيم، تلاقيه دايما بيحسب كل خطوة، بيقرب من الناس عشان بس مصلحته، وبيعرف يقلب الترابيزة ويطلع نفسه بريء في أي مشكلة. عشان تنجو من الشخص ده لازم تتعلم تقرا افعاله مش كلامه، ما تدلوش اوراق يضغط عليك بيها، وخليك دايما خطوه قدامه في التفكير. النهايه العالم ده ما بيحكموش اصحاب النوايا الطيبه وبس، بيحكم اللي فاهم اللعبه كويس. الفيديو ده مش غرضه التطبيق، غرضه الحذر. هل انت شايف عزيزي ان الدهاء والمكر شر مطلق، ولا الصفه الاساسيه لازم تتعلمها عشان تكمل حياتك؟ اكتب رايك في كومنت واشترك في سيوريا، وما تنساش تصلي على النبي.